أمام موجية التنصل من القرارات الدولية وتحايل الكيان الصهيوني على القانون الدولي لتبرير مجازره في قطاع غزة ولبنان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يذكر نتنياهو أن دويلة إسرائيل المزعومة أقيمت بقرار أممي، ما أثار ضجة بين الطرفين بعد الرد الصهيوني الذي لم يتأخر كترجمة لإشارة استفزاز من دولة لطالما اعتبرها الكيان الصهيوني حليفا له. ماكرون استنكر مؤخرا استهداف الكيان الصهيوني لقوات اليونيفيل، الاستهداف المتعمد، قال يجب على الكيان الصهيوني أن يتذكر أنه أنشئ بقرار من الأمم المتحدة، ليرد عليه بنيامين نتنياهو يعني ضاربا بعرض الحائط الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة، قائلا بأنه لم تنشأ بقرار من الأمم المتحدة، نحن انشئنا لأننا انتصرنا في حرب 48. طبعا هذا له تصريح كبير بأن نتنياهو لا يعترف أصلا بالأمم المتحدة. المواجهة الشديدة بين ماكرون ونتنياهو تضاف إلى التوترات المتزايدة بين الطرفين والعلاقات المهتزة كدخول في مرحلة شد وجذب بعد دعوة ماكرون لوقف توريد الأسلحة للكيان الصهيوني، وهي المرحلة التي تحمل بعدة قراءات. هناك خلاف شخصي بين الرجلين، يعني فرنسا ماذا يعني قامت إلا بهذه التصريحات، هو علاقة متوترة ليست فقط منذ الآن، حتى منذ قبل يوجد علاقة متوترة بين الطرفين، ولكن تطبيقها على أرض الواقع هل مارست فرنسا تستطيع ممارسة الضغوط على الكيان؟ إن كان بمجلس الأمن وبالجمعية العمومية لم تقم فرنسا بهذا الأمر. فرنسا لها نفوذ كبير بلبنان تستطيع استغلاله وشغله، هي الآن تاركة نفوذها، تاركة له فراغ. تصريحات الجانب الفرنسي في الآونة الأخيرة على خلفية رفض الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة بإمكانه أن تفتح الباب لتوجه أوروبي جديد قد يحصر الجانب الصهيوني في زاوية عزل جديدة متممة لمرحلة سابقة.